عمرك فكرت لو كان في طريقة تقدر تعرف بيها نية كل اللي حواليك؟ يعني تبص لحد وتعرف فورا هو بيحبك ولا بيضحك عليك، بيخطط لك خير ولا شر. تخيل لو الطريقة دي كانت موجودة بالفعل. بس السؤال الحقيقي، هل انت مستعد تعرف الحقيقة ولا في حاجات الأحسن تفضل مستخبية؟ النهاردة هحكي لكم حكاية مش زي أي حكاية عن راجل ماشي ورا العقل والمنطق لحد ما لقى نفسه في مواجهة أكبر مراية للحقيقة في حياته. مش مراية بيشوف فيها وشه، لأ، دي مراية بتكشف اللي محدش بيقوله حتى عن نفسه. بس قبل ما ندخل جوه قصة مرايتنا، نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك الجميل اللي بيفرق مع القصة ويخليها مسموعة لناس أكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. ويلا بينا نشد الحزام ونفتح ودنا كويس، لأنكم هتدخلوا معايا لعالم فيه الحقيقة مش دايما نعمة، وساعات بتكون لعنة. كان يا مكان بيوم من الأيام كان في شاب اسمه خالد، عنده 35 سنة، وكانت شخصيته بتتميز إنها عقلانية زيادة عن اللزوم. كل خطوة بيحسبها قبل ما ياخدها كأنه بيحل معادلة رياضية. كان رجل أعمال ناجح، بنى شغله على الأرقام والمنطق، مش على الناس ولا على مشاعرهم. دايما كان يقول كل واحد جواه وش تاني، وش محدش بيشوفه. الحيطة والحذر كانوا درع بيحميه من الخيانة والوجع، بس الدرع ده كمان كان عامل زي السور العالي اللي بيحبسه جواه لوحده. وفي يوم من الأيام، وبعد زن كتير من صاحبه حسام، قرر خالد يخرج معاه علشان يتعشوا. وهم راجعين قرروا ياخدوا طريق مختصر من زقاق ضلمة، وكان في محل تحف صغير شكله قديم قوي. خالد استغرب انه عمره ما شافه قبل كده، فراح حسام وقال بكل حماس ده شكلنا هنلاقي فيه كنز، يلا نخش فيه. وطبعا بسبب فضولهم هما الاتنين دخلوا المكان. وجوه المحل الدنيا كانت مليانة تحف عجيبة، ساعات قديمة، كتب جلدها متاكل، وسلاسل دهب شكلها من أيام زمان. بس اللي لفت نظر خالد مراية طويلة وملفوف حواليها إطار ذهبي محفور عليه رموز غريبة. وفي الوقت اللي كانوا بيبصوا فيه على المراية العجيبة دي، قرب منهم راجل عجوز جسمه نحيف وعينيه فيها نظرة غريبة وحادة، وبص لخالد وقال بصوت هادي دي مراية الحقيقة، بتكشف بيها نية أي حد تشوفه فيها. بصله خالد وضحك وقال بسخرية يعني ايه دي لعبة سحرية ولا ايه؟ رد العجوز بهدوء جرب بس افتكر الحقيقة ساعات بتوجع. بص خالد للمراية وهو شاكك بكلام الراجل العجوز، وفي البداية شاف انعكاس لصورته عليها. بس لما قرب الراجل العجوز منه وبدأ يظهر جوه المراية، اتغيرت ملامح الراجل العجوز وتحولت لبصة فيها خبث ومكر، واتكتب فوق دماغه بشكل خفيف كده كلمة باحث عن المال. اتخض خالد أول ما شاف صورة الراجل العجوز صاحب المحل بالمراية، والنظرة اللي كانت على عينه اللي تخوف، واتفاجئ من الكلمة اللي اتكتبت عنه، وبدأ يحس إن كلام الراجل ده جايز يكون حقيقي، والمراية دي هتساعده إنه يكشف الناس من حواليه ويعرفهم أكتر. وفي لحظة تهور اشترى خالد المراية ودفع تمنها الغالي من غير ما يفاصل. خدها البيت وحطها في أوضة مكتبه. في البداية كانت بالنسبة لي لعبة غريبة ومسلية. جربها في الأول على الموظفين عنده، وشاف فوق راس كل واحد فيهم كلمة توصف حقيقته، زي مخلص، كذاب، طماع. بدأ يطرد الناس اللي المراية فضحتهم قدامه، وبعد شوية وسع الدايرة وبقى يجربها على كل اللي بيعرفهم، حتى حسام صاحبه اللي كان دايما جنبه. ظهرت فوق دماغه كلمة حاسد، وفورا وبدون تفكير طويل قطع علاقته بيه من غير ما يقوله أي حاجة ولا إيه هي الأسباب. وطليقته كمان اللي اسمها نادين اللي كان لسه بيكلمها من وقت للتاني، اتكتب عنها إنها متلاعبة. وكل ده والمراية شغالة بتكشف له نوايا الناس من حواليه، وهو بيبعد عن كل الناس. وفي يوم من الأيام قابل بنت حلوة وذكية اسمها يمنى، كانوا طالعين في ميعاد.
والدنيا ماشية ما بينهم بشكل جميل. وبعد ما خلصوا سهرتهم عزمها عنده في البيت بحجة إنه عاوز يوريها مراية جميلة وغريبة اشتراها من قريب، وكل ده عشان يقدر يراقبها بالسر ويعرف المراية هتقوله عنها ايه. ولقى المراية بتكتب له كلمة مهملة فوق راسها من غير حتى ما يفهم. بعت لها رسالة تاني يوم وقال لها بكل برود وأنانية: آسف، مش شايف إننا ينفع نكمل. البنت اتجرحت بشكل كبير، خصوصا إنها مش فاهمة إيه السبب لكلامه ده، خصوصا إنهم كانوا كويسين جدا مع بعض. وردت برسالة بسيطة: انت مش عايز حد، انت عايز ملاك. ومن اللحظة دي بدأ خالد يحس بحاجة غريبة ويسأل نفسه: هو كل الناس بقوا موحشين؟ هو مفيش حد كويس أبدا؟ ولا المراية هي اللي بتضخم عيوبهم؟ وفي ليلة كده وهو لوحده بص في المراية لأول مرة وشاف كلمات بتتكتب فوق راسه: عديم الثقة، منعزل، مكسور. اتصدم. هو طول عمره بيخاف من الناس، بس عمره ما واجه الحقيقة بتاعته، واكتشف إن المراية كانت طول الوقت ده بتستنفذ طاقته وبتبعده عن كل الناس، مش بسبب عيوبهم بس بسبب عدم تقبله ليها. فضل يومها سهران للصبح يفكر، وقرر في النهاية إنه يخلص من المراية اللي خلته مش عارف يتعامل مع البشر ولا يثق فيهم، وحبسته جوه قوقعة مغلقة مش عارف يخرج منها. وخد المراية وطلع بيها على كوبري قصر النيل، ناوي يرميها في النيل وينهي القصة كلها. بس وهو واقف سمع صوت من وراه بيقول: خالد، انت بتعمل ايه هنا؟ لف وراه ولقى يمنى، البنت اللي سابها، كانت جاية تركب تاكسي وشافته، فسألته بقلق: في ايه؟ شكلك تعبان. وكأنه ما صدق انه لقى حد يتكلم معاه ويحكي له الحاجة اللي وجعاه. وفعلا حكى ليها كل حاجة عن المراية واللي شافوا فيها واللي خسروا بسببها. سمعته بهدوء للنهاية من غير ما تقطعه، وبعدها قالت لي: يا خالد، كلنا فينا عيوب، أنا وإنت وكل اللي على الكوكب ده، بس العلاقات مش بتقوم على الكمال، بتقوم على الثقة والتفاهم والرغبة إنك تغمض عينيك عن العيوب اللي تقدر تتجاوزها وتسامح فيها عشان تقدر تكون علاقات سليمة وصحية، وما يجيش في يوم تلاقي نفسك لوحدك مش لاقي حتى حد يسمع لك. بص ليها وحس إنه لأول مرة عايز يصدق الكلام ده، وعرف إن المراية ما كانتش سحر، كانت مراية بتعكس اللي جواه من خوف وشك وعدم الثقة اللي منعوه دايما إنه يحس بأي حب أو أمان. نزل المراية من على الحاجز، وبدل ما يرميها سابها بهدوء على جنب الكوبري ومشي من غير ما يبص وراه. رجع مع يمنى وقرر إنه يبدأ من جديد، وخطوة بخطوة قلبه بدأ يتعلم يفهم الناس ويديهم فرصة يثبتوا صدقهم وحسن نيتهم. وعينيه بقت تشوف حاجات تانية غير العيوب، بقت تشوف الإنسان بكل ما فيه من عيوب ومميزات، وبطل يركز بس على العيوب اللي بتخليه يفقد أي تواصل مع غيره. خالد ساب المراية على الكوبري ومشي من غير ما يبص وراه، بس السؤال اللي بيفضل معلق في الهوا: هل فعلا اتخلص منها ولا المراية لسه بتدور على اللي بعدها، للي عايز يشوف الحقيقة بس مش مستعد يدفع تمنها؟ ومن يومها محدش شاف المراية دي تاني ولا حتى المحل اللي باعها، كأنهم ما كانوش موجودين أصلا، ولا يمكن كانوا بيختاروا مين يشوفهم. خالد بدأ من جديد بس فضل جواه سؤال صغير دايما بيهمس في ودنه: لو كنت فضلت أبص في المراية كنت هشوف ايه كمان؟ العبرة اللي ممكن ناخدها من قصتنا النهاردة إن الثقة مغامرة، بس مغامرة تستاهل. ولما نحاول نلاقي الكمال في الأشخاص هنفضل دايما لوحدنا، فمش لازم نشوف الناس من خلال مراية تشوف بس العيوب. ساعات لازم نغمض عن العيوب ونركز على الصفات الطيبة اللي ممكن تخلينا نقدر نكمل ونتعايش مع اللي حوالينا. وبكده تكون خلصت قصتنا. وهسألك في النهاية سؤال: لو لقيت مراية زي دي قدامك في يوم من الأيام، هل هتبص فيها ولا هتمشي وتسيبها وتعيش بحسن الظن بالناس؟ واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.